ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد ومعرض القاهره للكتاب الجزء الثاني. حاسه اني متحمسه جدا للمعرض ده، خصوصا ان انتوا كلكم متحمسين كده معايا وشغالين تسالوني. المره دي جمعت اسئله كتير جدا منكم جايه اجاوبكم عليها. وما تنسوش ان روايه تركتني موجوده في دار العلوم في صاله 2 ب 25. الروايه دي بتاعت انا. اول حاجه سالتوني عليها كان خطوط المعرض، وخطوط المعرض هم 7 خطوط. السبع خطوط كل واحده منهم كده بتبدا من مكان معين، والمكان ده بيبدا يمر على كذا حاجه لغايه ما بنوصل لمعرض الكتاب. طبعا زي ما انتم شايفين قدامكم السبع خطوط اهم، وهسيب لكم في الديسكربشن كمان اللينك بتاع السبع خطوط. بالنسبه للناس اللي سالتني هنروح ازاي من محافظه السويس لغايه المعرض، انت قدامك وسيله من الاثنين، بس الاسهل بالنسبه لي واللي هتبقى اسهل بالنسبه لكم انا هقولها لكم. بنركب المرج، وبعد ما بنركب المرج بننزل عند موقف السلام القاهره، وبننزل هناك هنلاقي تحت الكوبري موقف اتوبيسات. الموقف ده هو هتلاقوا فيه اتوبيسات المعرض، بتركبوها بتنزلكم قدام بوابه المعرض. طيب لو انا عايز اروح المعرض بدري، انزل الساعه كام؟ المعرض بيفتح كل ايام الاسبوع ما عدا الجمعه الساعه 10 الصبح، ففي الاغلب كده هتلاقي قبلها بنص ساعه او ساعه بتبدا الاتوبيسات تتحرك من مكانها الرئيسي. عشان كده انزل من بيتك بدري عشان حتى تتجنب الزحمه اللي بتبقى على الاتوبيسات. نيجي بقى لاهم سؤال، اخد شنطه قد ايه؟ من اكتر الحاجات اللي بتضايقني الناس اللي بتجيب شنطه صغيره وتعتمد على الكياس بتاعه كل دار نشر، وتفضل يا عيني ماسكين كده الكياس هنا وهنا وهنا، بحيث ان انتم مروحين بيوتكم كده اللي هو فقرات الظهر بتبقى بذمه الله رأفة باكتافنا وفقراتنا. يا ريت يا ريت وانت رايح المعرض تاخد معاك شنطه مريحه. لو انت ناوي تجيب عدد كبير من الكتب، مجهز نفسك على عدد كبير من الكتب، يبقى افضل حاجه ليك انك تجيب شنطه سفر. ده انسب حاجه ومش عيب، ومحدش هناك هيتريق عليك، بالعكس انت هتلاقي اغلب الناس المثقفين او القراء بيجيبوا معاهم شنطه سفر صغيره يحطوا فيها الكتب عشان تبقى اسهل معاهم في الحركه. او لو انت مش ناوي على عدد كبير من الكتب، هات شنطه باك كده على الظهر بحيث انها تبقى مريحه بالنسبه لك وما تتعبكش. دي حاجه ودي اتسالت عليها، نلبس ايه واحنا رايحين المعرض؟ في حاجات انا عايزه اكد عليها وانتوا رايحين كده المعرض. اولا المعرض ده مش هتتنتكوا ليه بقى وانتوا رايحين ونلبس حاجه تبقى حاسه ان احنا مهندمين كده في نفسنا، ما بيناسبش المعرض ده. لازم تلبس حاجه تكون كاجوال كده وسريعه ومريحه بالنسبه لك، عشان هتقعد في الارض، هتقعد على السلم، اي كان اللي هتقعد فيه المكان لازم تبقى مهيئ انك تقعد عادي، ما تبقاش مقيد انا لابس طقم ما ينفعش اقعد بيه هنا او ما ينفعش اقعد بيه هنا. اغلبنا بيخلص شراء الكتب او وسط شراء الكتب كده بيطلع يريح بره في اي كافتيريا من الكافتريات، وحقيقي الجو بيبقى ساقع تلج. فيا ريت وانتوا رايحين المعرض ما تستهونوش بالجو، مهما كان حاسين وانتوا رايحين في الطريق ان الجو شمس، بس هناك في المعرض كل ما بتقعد اكتر كل ما الجو بيسقع اكتر. من الاسئله برضو اللي جات لي، احنا هنلحق نلف المعرض كله ولا لا؟ الموضوع ده بيتوقف على شراك للكتب، على مدى تركيزك. في ناس بتاخد كده كل دار بالراحه وبيطولوا جدا في الشراء وفي التدقيق في كل حاجه وكده. ممكن الناس دي ما يكفيهاش ان يلفوا المعرض كله في يوم واحد، لان في ناس مثلا بتبقى ملتزمه بمواعيد، انا عايز لا الساعه كذا انا امشي، ففي الوقت ده هنحتاج ان احنا نروح اكتر من مره المعرض. لكن لو انت منسق بالظبط، انا رايح المعرض عشان اشتري كذا وكذا وكذا واروح صاله كذا واخد صوره في مكان كذا، صدقني اليوم هيكفيك في المعرض. بس خلينا مقتنعين كده بحاجه، ان ما ينفعش مثلا انا مقسم ان هقعد مثلا 6 ساعات في المعرض يبقى 6 ساعات بتلف على رجليك وبتشتري بس. صدقني هتتعب وهتفرهد جدا وهيبقى اليوم بالنسبه لك ممل. المعرض كده بناخده ان هو كيوم فسحه، واحنا بنثقف نفسنا وعينينا بكل حاجه بتحصل وشايفينها. فلازم كده نبقى مقسمين وقتنا، انا وقت بشتري الكتب، وقت بتفرج بس، وقت لازم ارتاح فيه، تشرب ميه، تشرب حاجه، تاكل، اي كان، بس لازم تريح نفسك شويه وما تاخدش المعرض كله لف بس. طيب يا مريم، اهم حاجه واهم سؤال، اسعار الكتب عامله ايه؟ السؤال ده اتسال لي كتير جدا، وحقيقي انا جايه اجاوبكم عليه. اسعار الكتب في كل دار نشر بتختلف عن الدار الثانيه. في دور نشر بتعمل عروض، في دور نشر بتدي كتب هديه على الكتب اللي عندها، في دور نشر بتعمل خصومات بشكل ما، في دور نشر لو جبت مجموعه معينه من الكتب مع بعض تقول لك ده عليها خصم كذا. فكل دار والتانيه ليها تسعيره معينه للكتب اللي عندها. كتب تناسب الجميع، في كتب تناسب الجميع. اهم حاجه وانت رايح تبقى عارف انت هتجيب كتاب ايه ومن دار نشر ايه، لان في الاغلب كده هتلاقي في دور نشر معينه بنبقى عارفينها كده من اسمها ومن اشكال الكتب اللي عندها ان دي هتلاقي الكتب عندها مش رخيصه. طيب اسعار الكتب تتراوح بين كام وكام؟ بما ان السنه اللي فاتت كان في كتب ب50 وب60 وب70 وب80، فحاول كده انك مثلا كل كتاب هيزيد عليه 10 20 جنيه. توقع ده، انا كده مش هلاقي كتب عامله 20 30 جنيه خالص في معرض الكتاب. مين قال كده؟ انا جاي اقول لك النهارده في اماكن معينه انت لازم تعدي عليها لو انت رايح في اول ايام في المعرض،
لان هتلاقي فيها كتب حلوه، وهتلاقي فيها كتب ممكن مش متواجده اصلا بره، وهتلاقي الاسعار فيها كمان كويسه. اول حاجه واللي كلنا بنجري عليه بره المعرض اصلا سور الازبكيه، ده لازم تروح هناك وتبص على الكتب وتشوف الاصدارات اللي عندهم عامله ايه واخبارها ايه والاسعار هناك عامله ايه. تاني حاجه ودي مهمه جدا وكلنا بنتغافل على ان نروحها، هي الهيئه العامه المصريه للكتاب. هتلاقي فيه هناك كتب كتيره جدا وباسعار حلوه جدا، وكتب ممكن ما كانش تتخيل ان هتلاقيها في المعرض هتلاقيها عندهم. كمان عندنا مكتبه مصر ومكتبه الاسره، غير دار المعارف ودار الهلال. الاماكن دي هتلاقوا اسعار الكتب فيها حلوه، بس في الاغلب الكتب لما بتخلص ممكن ما تتوفرش تاني، فحاول انك تروح في الايام الاولى من المعرض وتروح بدري عشان الزحمه. حاول لو انت شخص ما بتحبش الزحمه واللمه الكتير تجنب ايام الاجازات زي الجمعه والسبت والخميس. هتقولي الخميس ما هو مش اجازه، بس هقول لك ما هو صباح اجازه، فاغلب الناس ممكن تاخدوا اجازه وتروح المعرض وتلاقي زحمه. وبكده نبقى خلصنا الفيديو، واستناكم هناك في معرض الكتاب في دار العلوم صاله 2 ب 25 وروايه ترك تاني.